السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة بيت سمية. فإذا كنتم جدد أهلا وسهلا، وإذا كنتم من المشاركين فشكرا لكم على دعمكم. سأشارككم اليوم وصفة خبز تورتيلا أو خبز تاكوس بمقادير سهلة ومكونات موجودة في كل بيت. فننطلق على بركة الله لطريقة التحضير. بالنسبة هنايا للفرينة أنا درت كيلتين بالكاس اللي موجود في كل بيت. وهنا الكونتيتي تبقى عليك نتيا، بغيتي تزيدي بغيتي تنقصي. انا هنا استخدمت فقط كما قلت لك كيلتين. تنجمي تكيلي باي حاجه عندك. تضيفي عليها الملح والسكر والزيت. ايوا نحاولوا برك نخلطوا الزيت اول حاجه مع هاد المكونات الناشفه اللي هما الفرينه والسكر والملح. كما نقولوا زعما يتبسس، نبسوه مليح بها. في هذا الوقت اللي رانا نبسوه نمشيو نديرو الماء يطبخ. ماشي دافي، خصو يكون سخون الماء يعني طبخ يعني مع سخون ياسر. هيا نرجعو هنايا للعجينه، هيا نبسوها. حاولي داك الزيت قاع تدخليه في المكونات اللي عندك. وصدقوني بهاد الطريقه حتى الخبزه نتاعك تنجمي تخليها في الكونجيلاتور زعما المده اللي بغيتي. هو فقط كي تخرجيه ماشي ما تحاولي انك تحلليه، ولا كما يقولوا كون تلفيه هكا في الشكاره ولا في السربيته نتاعها. حاولي انك تخليه برك يديكونجيلا على خاطره، ماشي تروحي تمتم زعما تفوريه ولا زعما يطلق معاك كي تكوني مقلقه. ايا نرجعو هنا للعجينه. هو الماء نتاعنا من بعد ما طبخ نحاولوا نخلطوا فقط بالمغرفه. هي هنايا بالماء السخون باش ينحي لنا داك كما يقولوا الغلوكوز اللي موجود في الفرينه، ولا ما عرفت كيسمى. ما علينا، انت الحاصل كي ديري الماء حاولي انك تخلطيه بالمغرفه باش ما يحرقكش في يديك. تقعدي تخلطي وزيدي الماء. هنايا انا دات لي 2 كيسان تاع الماء. ايوا هي هنا بعد الا ديك درجه الحراره اللي ولات تستحمل هادي عاد ندخل يدي. يعني حاولي برك شغل ماشي تمتم تكبي الماء سخون تحطي يدك تنحرق ومن بعد اروحي لعندي قولي يا حقه وما حقه. والو هو شغل استخدمي فقط المغرفه كيما قلت لك. كي توصلي لدرجه الحراره اللي تنجمي تدخلي فيها يدك صاي ولي عجني بيدك. وشوفي العجينه حاولي فقط تلميها، ماشي شكرا راني نلمها هكا، لميها وخلاص. ايوا العجينه هنا ما تكونش سايحه في يدك، يعني جاريه جاريه وما تكونش عاقده عاقده. انا استقصدت هنا باش ما نحي حتى جزء باش برك يبان لكم طريقه ايوا ها هو هنايا. شوفوا لي برك شي العجينه نتاعك كتولي ليس سبحان الله ملسه ملسه حتى لدرجه الخطوط اللي في كف يدك كيبانوا عليها. شوفي ما شاء الله كتولي شي خطوط اليدين يبانوا فيها. هي كيما هكا كاينه تروحي تخليها ترتاح. هي لا محد ما يتبرد شويه ماشي ترتاح. هذيك ربع ساعه ساعه وقت قد ما بغيتي. هنايا برك انا للامانه لقيت الفرينه اللي عندي ماشي المليحه، شغل تولد الماء كيما نقولوا حنا بلهجتنا. لقيتها ولدت لي الماء وليت زدتها الفرينه للامانه زعما. انت الا لقيتي العجينه نتاعك كيما هكا زعما جاريه مازال ولا ما ساعدتك عادي تنجمي تزيدي فرينه وتمتم حليها. هيا بعد ما كورتها كيما هكا وكوريها بعد ما تشكلي حربوش باش يجيك الحبوبات كاع متوازنين. كما قلت لك للامانه انا زدت الفرينه لانه ولات لقيتها ياسره ولدت ليا الماء. انت هذا على واش دائما الفرينه ما نجمش نعطيكم العبار لانه كل وحده والفرينه نتاعها. كاين الفرينه مليحه وكاينه اللي كسم، وانا هذه ماشي اللي مضاريه نعجن بها، بوحده ثانيه زعما.
ما علينا. نرجعوا هنايا من بعد ما درت اللاطه نتاعي متعدده الخدمات تسخن. نمشي نحلو اول خبزه لينا. شوفوا هنا بالنسبه لطريقه الطياب نتاعو كل واحد وكيفاش يطيبو. شوفي انا هنايا ندير ديك تاع طبقه فوق طبقه. شغل ندير الخبزه الاولى نحد ديما تنشف شويه برك نقلبها ونزيد عليها الثانيه. نتمنى وصلتك الفكره زعما كيفاش. صبري دوك نوريك. شوفي كيما دركا كي راني قلبتها هذيك اللي راني حليتها نجي نديرها فوق هذيك اللي محلوله. ها هي شوفي من بعد ما درتها دوك من بعد يولي يديرك واحد النبابل كاع يتنفخ تعاودي تقلبي. هيا وهنا من بعد ما كملت كاع الخبزات اللي عندي انا بحال كانت عندي غير كونتيتي صغيره. ايوا قلت لك ما شاء الله زعما تنجمي هنا كي كملنا دائما هاد الجهه اللي طايبه هي ديري فيها الحشو مش الجهه النيه هي اللي ديرها الجهه باش طيبيها في الطاجين تاعك. ها هو من بعد ما كملتو كاع روليت ودرتو في الساشي وفي السربيته. دوك نوريك كيفاش يكون. ما شاء الله تنجمي قلت لك شوفي تعبزيه كيف ما بغيتي وتشكليه كيف ما بغيتي. ها هي شوفي كي كمشتها غادي تسرحيه هو. نتمنى تجربوا الطريقه وتعجبكم. هاي شوف هاد الجهه الطايبه هي ديري عليها الحشو نتاعك. خبز تورتيلا منزلي واحسن من اللي تشريه ما على برا واقتصادي. او هنا طريقه الحشو. هنا الحشو اختياري انتي تديه كيف ما بغيتي. الحشو انتي تديري فيه برك نوريك الطريقه نتاع التبليع. انا خرجت لي شويه من شوف. هي شو كيتبلعي بطريقه سهله قلت لك ومقادير موجوده في كل بيت. ونتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا في الكومنتات. ها هو الخبز نتاعنا. شوف بعد ما طيبنا الاولى ها هي الثانيه شوفوا ما شاء الله. وانا طريقه الطبخ اللي عنده البانينوز يستخدمها واللي ما عنده يستخدم فقط الطاجين ولا تستخدمي ديك الشبيكه اللي يديروها في الشوايه نتاع اللحم ولا. ها هو ما شاء الله. شوفوا الخبز نتاعكم ولا نتاعنا عفوا بعد ما حشيناه وطابلينه. شوفوا ما شاء الله تقول مشري. ها نوريكم لافاس. شوفوا ما شاء الله. إلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية الفيديو. نتمنى أنكم تجربوا الوصفة وتشاركوها مع أصدقائكم وأحبابكم. شوفوا ما شاء الله في رعاية الله وحفظه.